المسامح كريم يا اهلاويه. المسامح كريم يا جماعه. امام عاشور دلوقتي بقى مننا خلاص. طالما النادي الاهلي اعلن يبقى كلنا واحد. مش عايزين يا اهلاويه حد يشمت فينا. الشماتين كتير وولاد الادب كتير والرخامه كتير. ما تخلوش بكره واحنا بنحتفل بالدوري يا جمهور الاهلي حد يشمت فينا يقول لك جمهورهم بيشتم اللاعب اللي جابوه. مهما كان غلط المسامح كريم يا اهلاويه. اسمعوا ابن ابوسي في الاهلاوي لاجل حبيبكم محمد. ما تشمتوش حد فينا بكره. عايزين نحتفل بالدوري بكره. الرجاله تعبت طول السنه وانتوا تعبتوا يا جمهور الاهلي طول السنه والمجلس الاداره. يبقى كلنا بكره في استاد القاهره نحتفل في ماتش حرس الحدود بامر الله بدون مقطع بالفرحه. طالما النادي الاهلي اعلن يبقى خلاص. يبقى احنا كلنا رجاله مع بعضنا. هنغلط في مين؟ في الاداره ولا في اللاعب اللي النادي الاهلي جابه؟ خلاص بقى مننا. رضينا ابينا خلاص. امام عاشور بقى واحد مننا خلاص. اللي عايزين يشمتوا اهلاويه كتير ومستنيينكم بكره. بالله عليك كل اللي تشوف الفيديو يدي اللايك. كل اللي يشوف الفيديو ده ويجي يدي اللايك لابو يوسف ويعلي صوتنا النهارده. ده الوحيد اللي طالبه منكم. الحاجه الوحيده بعد فضلكم ادوا اللايك وعلوا صوتي عشان ان شاء الله يوصل بربنا لجمهور الاهلي. اوعوا تشمتوا حد فيكم ولا في تليفون ولا في تلفزيون ولا في قهوه ولا في فرن. اوعى تغلط في امام عاشور. اوعى تغلط فيه. طالما اللاعب اعلن اللي هو انضم للنادي الاهلي النهارده يبقى خلاص كل حاجه انتهت. طالما النادي الاهلي شاف اللي ده صالح للنادي يبقى احنا كلنا ورا الاهلي. كلنا ورا نادينا. هنغلط في مين؟ مستنيين الغلطه بكره. هيطلع يقول لك بص جمهورهم. هتلاقي خالد الغندور طالع وبكل صفار هيغلط فيك يا جمهور الاهلي. هيقول لك شوف هيعملك بطل بكره يا جمهور الاهلي لو غلطت. وهيعملك خاين لو ما شتمتش. هو ده خالد الغندور. هيعملونا بكره كده. لو سكتنا هيقول لك ده خونه وادي المبادئ وادي القيم. شتمنا هيطلعوكوا ابطال يا جمهور الاهلي في القناه بتاعتهم عشان هم عايزين يعملوا فرقه بين الاهلي وجمهوره. بس عمرها ما تحصل. ده احنا قلنا لكم من اول دقيقه لو احنا عشنا ما عشناش غيرنا عاش ما عاش الاهلي هيفضل اهلي رغم عن اي حد جاحد. هتلاقي النهارده الشيوخ قاعده تشتغل. شوف شيخ جديد شوف شيخ قديم شوف سيد عبد الحفيظ. شوفوا ناديكوا يا زملكاويه بيتعمل فيه ايه وافرحوا وجلجلوا. كل يوم من ده كل يوم من ده. اي نادي في مصر هياخد منك لعيب. اي نادي في مصر مش هيسيب لك لعيب عشان انت خلاص الهيبه الزملكاويه راحت. مجلس الاداره خلى هيبه الزمالك خلاص في شنك في شنك. خلاص بقاش فيه كلام. بقاش فيه اي حاجه. بقى اي حد بيجرح في الزمالك ويسيب الزمالك بسبب الكذب بتاع الاداره والقناه. بسبب الكذب بتاع الاداره والقناه اللي مش عايزين يريحوا دماغهم. مش هيسيبوا النادي لما يجيبوا ضرفها. والله يا زملكاويه تصدقوا ما تصدقوش انتوا حرين. تصدقوا ما تصدقوش انتوا حرين. لو انتوا ما انتبهتوش لاخر حاجه في نادي الزمالك هتضيع منكم. هبتوا بقى. هبتوا قدام اي لعيب. عارف يعني هبت الزمالك تضيع قدام اي لعيب؟ ايه هي بقى الهبه؟ اللي لعيب دلوقتي بدل ما يتمنى يروح الاهلي مش هيروح الاهلي ما يروحش الزمالك. عنده بيراميدز وفيوتشر وبنك الاهلي. ببارك للبنك الاهلي خد نجم النادي الاهلي وكابتنه ايمن اشرف. مع السلامه يا ابو الرجوله. من قلب ابوسي في الاهلاوي. ايمن اشرف نموذج للاهلاوي المحترم. سنه من غير ما يلمس الكوره وطالع فرحان مع لعيبته النهارده بيودعوه. سنه ما قالش مدير الفني ما اداهوش فرصه سنه وما اتكلمش كلمه. افخروا يا اهلاويه بلاعبكم. افخروا بلاعبكم اللي مشرفاكم في حلوه وفي المره. في اي ظروف الاهلاوي ما بيسيبش حقه في اي ظروف. عشان كده بقول لكم اوعوا يا اهلاويه. اوعوا يا اهلاويه يطلعوا يشمتوا فينا بكره. هيطلعوا والله العظيم. هتلاقي الاسطنف اللي قاعد دوت اللي على المصطبه ده الصحفيين هتلاقيهم ليل ونهار بيجرحوا فيكم. هيطلعوكم بكره. قلتها لكم لا النهارده لا ابطال لا يطلعوكم خونه. واحنا ان شاء الله هم عارفين احنا مين عشان عايزيننا نشتم في مجلس ادارتنا. مش هنشتم يا خالد يا غندور. مش هنشتم يا خالد يا لطيف يا كريم ابو حسين. مش هنشتم. احنا مع ادارتنا الحلوه المحترمه. بيبو غصب عنك احسن لعيب كوره مصر جابته بعد احترام لاي حد. مش عايز اكمل بقى يا جماعه. النادي الاهلي بحضر لكم كام صفقه. النادي الاهلي يا جماعه اللي شفتوكوا السنه دي كوم يا كل انديه مصر وافريقيا. وهطلع اقولها لكم وسجل زي ما سجلت معاكم السنه اللي فاتت. اللي شفتوه كوم من النادي الاهلي والسنه الجايه كوم تاني يا جماعه. الاهلي تشكيل نار.
التشكيل الجاي نار لاي فرقه. احنا ان شاء الله عينينا على كاس العالم للانديه. افخروا يا اهلاويه. بيبو كل يوم صفقه وكل يوم لعيبه كلها عايز تيجي الاهلي. لو القايمه تفتح 100 هتلاقوا 100 نجم في النادي الاهلي. 100 نجم وفي النادي الاهلي، رغم ان عن ده كله عندنا حتى الان احسن لعيبه في افريقيا. احسن لعيبه في افريقيا بقياده شناوي بكره استلم الدوري من نيابه عن ابو يوسف الاهلاوي. كان نفسي ابقى معاكم بس الظروف مش مساعداني. ان شاء الله بدون مقاطعه هنعمل احلى ايام الجايه، وبكره مش هنغلط. بكره مش هنغلط في امام عاشور. خلاص امام عاشور اهلاوي رغم من عن اي حد جاحد. طالما جه خلاص مسامح كريم بقى. نسامح يا اهلاويه، والمسامحه دي حلوه من عند ربنا. اوعى تفكر لما حد يسامح حد كده وهو ما عملش حاجه نذبح رقبته بيها. ليه؟ انا مصر على رايي. اما يكون واحد في بيئه كلها غلط ما تصدرش منه الا لما يغلط، الا لما يجرح. ليه بقى؟ ما هو ده المهم يعني مع احترامي لكم، عشان يرضي جمهور الزمالك او يرضي ادارته هيطلع يشتم. ده المدير الفني بتاعهم دلوقتي، المدير الفني الفاشل بتاعهم، الفاشل اللي جاي يجرب خطه على حسابهم. المايك بتاع النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي بيشيله من زيحه. ليه؟ عشان لو عملش كده مش جمهور الزمالك هيشتمه، لكن كده جمهور الزمالك هيفرح بيه. كاره الاهلي، ده كاره الاهلي يا عم. تعالى في قلبنا. اي حد بيضحك عليك يا جمهور الزمالك وكاره الاهلي يخش في قلبك على طول. هو ده جمهور الزمالك، ما بيقفش في اللي في الغلط، معاها على طول مع الغلط وقله الادب. هو لو كان بيقول لا كانوا عملوا كده فيه؟ لو كان بيقول لا كانوا اللي يسوى ما يسواش من اللعيبه كانوا عملوا كده فيه؟ لا. مفيش لعيب دولي عايز يروح الزمالك، ومفيش لعيب دولي وعلى راسهم زيزو عايز يقعد في الزمالك. خلاص الهبه راحت. نادي كل يوم في مشاكل، نادي كل يوم عليه مديونات، نادي كل يوم بيقول لك معناش نجيب كرور وحاجه ساقعه للاعضاء. يا عم عيب الكلام ده، عيب الكلام ده. انت في نادي الزمالك ده، انت لو غبت يوم بيطلع الاعلام بتاعك يقول لك الزباله في قلب النادي. يا جماعه ايه؟ انتوا اكبر من كده يا جمهور الزمالك. فوق، قول كفايه. ما تقولش لا ولا تعمل اي شغب. قول كفايه ناديك. شوف اللعيبه مش عايزه تيجي ناديك ليه؟ في حاجه غلط صدقني، والله العظيم في حاجه غلط في نادي الزمالك. خلصوا نفسكم منها. قولوا لا، قولوا كفايه يا عم. انت عملت اللي عليك، اقعد في جامع. انت راجل كبير في السن، اقعد في جامع. اختم حياتك في قلب جامع كده وخد الناس صلي بيها. عيب كده. بدل ما انت عامل الزمالك ملطشه. والله عامل الزمالك ملطشه وخليت اللعيبه كرهت الزمالك والجماهير كرهت الزمالك. يا عم ده الرياضه اهلي وزمالك. الرياضه يا جماعه في مصر اهلي وزمالك. قبينا او ما قبيناش او رضينا وما رضيناش، والله الرياضه اهلي وزمالك. بس اللي مخوفني على السنين الجايه في نادي الزمالك، الزمالك مش هيبقى زمالك. الزمالك هينزل لمستوى الاسماعيلي ومصري والاتحاد في الدوري، وبيراميدز من ابو يوسف الاهلاوي اهو سجل معايا ويطلع ورهاني ويقول لي انت كنت بتتكلم هاكس. بيراميدز مش هينزل السنه الجايه المركز الثالث تاني. خلاص الزمالك حط نفسه في موقع. اوعى فكروا الزمالك اما هينزل زي الاهلي السنه اللي فاتت ثالث يطلع ياخد دوري. الزمالك مش هيطلع ثالث. الزمالك السنه الجايه لو طلع ثالث كرامه وهتشوفوا. واللي حصل السنه ده هيحصل لما انتوا سكتوا اوسخ من كده يا جمهور الزمالك. قول كفايه والحق ناديك. قول كفايه والحق ناديك. وليا رجاء كل اللي يشوف الفيديو دوت يدي اللايك عشان صوتنا يوصل. ما هو لو صوتنا وصل ان شاء الله بدون مقاطع هيسمع في كل واحد بامر الله الاول وبيكوا يا احسن ناس. السلام عليكم.